إن الجزائر الجديدة التي نعمل على بناء تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية ترتكز على مبادئ التغيير العميق والإصلاح الشامل في ظل الرؤية الاستراتيجية التي تجعل من الحوكمة الاقتصادية وترشيد المالية العمومية ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا المسار يواصل القطاع المالي بكل مكوناته جهوده لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتكريس الشفافية والنجاح في تسيير المال العام. وتعد الجمارك الجزائرية أحد أبرز أذرع هذا القطاع الحيوي لما تتطلع به من مهام سيادية واستراتيجية، سواء في مجال تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجانب الاقتصادي، وفي دعم الاقتصاد الوطني من خلال التسهيل والرقابة الفعالة والمساهمة في تحقيق الإيرادات الجبلية. إن الجمارك الجزائرية تفتخر اليوم بهذه المناسبة الوطنية المجيدة بتأكيد انخراطها الفاعل في مسار بناء الجزائر الجديدة، بناء الجزائر المنتصرة عبر تحديد آلياتها وتأهيل مواردها البشرية وتكريس مبادئ الشفافية والنجاعة بما يعزز من مكانتها كجهاز سيادي واقتصادي في آن واحد. كما نستحضر بالمناسبة ما تم تحقيقه من إنجازات ونستشرف التحديات